الاخوان قضيه مشات بعيد بزاف. شجار اخر من غير هذا اللي داز، شجار اخر ما بين تشواميني وفالفيردي في غرفه الملابس، وانتهى الامر بفالفيردي في المستشفى. اذا شنو؟ عراك بالايدي، صافي كروشي في كروشي، ما بقاتش غير الهضره ولا التهديدات. ضربه فيا ضربه فيك. ليغا نعم حسب ماركا شجار جديد خطير يهز غرفه ملابس ريال مدريد، وفالفيردي ينتهي به الامر في المستشفى. اولا الله على مستوى طايح بزاف، طاحت فيه الريال دابا، ماشي غير الاداره باش اللعابه هما طاحوا في المحظور. ريال مدريد تدوز واحد الحقبه من الزمن ديالها عمرها ما دوزت. انت عمرك سمعتي اللعابه ديال الريال تيضربوا مع بعضياتهم؟ كانوا لعابه قباح دازوا في تاريخ الريال، منهم راموس وبيبي ما عمرهم ما تضاربوا. بعد هاد جوج بعد هادو قباح بزاف، عمرهم ما تضاربوا. عادي شجار بالكلام، ربما هتافات. كاين بحال واحد المشكل كان وقع ما بين مودريتش واسكو، دخل بيناتهم مباشره سيرجيو راموس عقل. دابا ماشي هذا هو المشكل، المشكل بغينا نعرفوا غير السبب ديال الشجار ديالهم. يلا للامانه نقول واحد الكلمه، للامانه فالفيردي في الراي ديالي انا نوعا ما حقار. في الكاميرا تيبان دريويش بينما هو حقار. نعطيك مثال، تعقل على شنو دار مع ابراهيم دياز؟ ما طلقليش باس وهو يسعر وفي وسط التيران، يعني خرجت ليه بلا ما يعرف. سبو قال لي يا ابن فلانه، وبقى في الحال ابراهيم دياز، لحقاش ابراهيم دياز مؤدب ظريف واحد الدرجه قاصحه بزاف. ما نكذبش عليك، حيت حنايا المغاربه دمنا سخون. داكشي ما عجبنيش انا الحال، لاحق سب لي مو يسب لي مو تا هو يسب لي مو، مره اخرى غيدير بحسابك. ما انتهى الامر فالفيردي من بعد تيطلب منه المسامحه وعنقو، قال لي انت صاحبي وسمح لي وخاص بيت لك امك وهذه، كنعتذر منك. قدم لي الاعتذار من بعد تصالحوا. فالفيردي ما تيعقل حتى شي واحد. فالفيردي اللي جا قدامه طاح مع العزوه حمق، داخل على كاميروني مشير تا هو. واحد اخر تا هو عند الرياض دابا مشير. صافي خونا هرب ليه 30 مليون تصويت اللي وصل دابا. عقلتوا على كانوا طالبين 200,000 ياك السقف، وصلت المليون، وصلت ل 18 مليون. دابا 30 مليون تصويت على انه يمشي من الريال عوض فينيسيوس. بيريز هاد الايامات راه مشغول اليوم مع مدرب جاي دور لقى لاكخيش شابكه فيها. ما نكذبش عليك، سمحوا لي، ولكن بزاف راه لاكخيش. الريال ولات عندها لاكخيش، اسمح لي. دراري صغار حضانه مراهقين بزاف عليهم. حضانه هذه ما فهمتش واش تزيرت لهم نفسهم حيت شافوا لعابه اخرين وفرق اخرين لاعبين النصف النهائي وداو الدرجه في العالم ديال الشامبيونز ليغ، ولا فهمتيني اجت في النفس ديالهم. او لا يكون هذا الشيء كامل مقصود للفت انتباه الاعلام العالمي الرياضي. سهله، لحقاش حنا الريال درنا شي مشكل عمره ما وقع، كلشي العالم غادي يجر لينا. انا متاكد انت كمدريديستا هادشي ما عاجبكش، حيت عارفوا غيجيب لك العار وغيجيب لك المعيور من جماهير اخرى الا دويتي معاهم على هذه القضيه هذه غيضحكوا عليك. الحكايه بالمختصر، تشواميني تدخل على فالفيردي تدخل خشن. فالفيردي وتشواميني عصبوا على بعض، ايش بدهم يتخانقوا، اللعيبه فكوهم بين بعضهم، رجعوا على غرف تبديل الملابس، ضلت المشاحنه شغاله. طبعا كان في سبب انه فالفيردي كان مزعوج من تشواميني، لانه كان برايه انه تشواميني كان عم بيسرب كلام للصحافه، فهي مجموعه تراكمات اذا فينا نقول. فضوها ومشي حالهم. باليوم اللي بعده رجع صار كمان مرة تدخل من تشواميني على فالفيردي، زادت المشاحنة بيناتهم، اجوا يتخانقوا. القصة مش مثل ما عم بيقولوا انه والله فالفيردي خبط بوكس على راسه، لا لا لا، صار في مدافشة، دافشوا بعض، دفشوا فالفيردي ضرب راسه بأحد الأشياء بغرفة تبديل الملابس. هذا الشيء خلاه يصير معه فقدان بالذاكرة وغمي عليه وأخذوه على كرسي متحرك، وحاليا غالبا لن يلعب الكلاسيكو. شو عم بصير بريال مدريد؟ بدهم جوزيه مورينيو يشد لهم دانون من الاخر. الاخوان هاد الفوتو هذه طبعا معدله بالاي اي، ولكن هذا الشيء اللي واقع في ريال مدريد حاليا راه ماشي بالاي اي، راه فري، راه واقع. القضيه عندهم مرونه على حسب ما يقال. اكبر دبزه واكبر مشكله في التاريخ ديال ريال مدريد، في التاريخ ديال المدينه الرياضيه، لدرجه ان المدير ديال المدينه الرياضيه امر بالاغلاق ديالها حتى يشوفوا الاجراءات وهذا الشيء فين غادي يصفي. المهم انا من الصباح ولي ميساج كيوصلوني من الناس ديال مدريد، طبيعه الحال مشجعين ديال مدريد، يقول لك هضر لنا شرح لنا شنو الواقع. انا في الخدمه ومبرزط شويه، ولكن حاولت نجيب المعلومه ونعطي لكم اللاصق، وهذا الشيء اللي غادي نعطي لكم في هذا الفيديو هذا. المهم حنا غادي نهضروا على المشكل الكبير، ما نهضروش على التصرفيقه ديال روديغر نكاري راس هانيه يستاهل. غادي نهضروا على المشكل ديال فالفيردي مع تشواميني. الاخوان المشكل قال لك بدا البارح اسيدي في التدريبات، شي واحد فيهم دخل على ياخذ بخشونه، شعلت لهم، شبروا في بعضهم، كانوا غيدابزوا، فرقوهم، مشاو بحالهم، صافي مشاو خاصمين كما كيقولوا الاخوان.
اليوم في التدريبات تشواميني جي سلم على فالفيردي ما بغاش يبعد له يدو، قال له صافي مشي بعد مني، مشى بحالو تشواميني. فسالوا التدريبات ودخلوا للفيستيرا الاخوان، قال لك فالفيردي جا وبدا كيسمع الهضره تشواميني، كيقول له انت اللي سربتي الخبر ديال الدبزات البارح للصحافه وعلاش تسربوه ما عرفش مني، وبقى كيحك عليه. تشواميني قال له انا راه ما عملت حتى شي حاجه من هذا الشيء هذا، راه ماشي انا. المهم قال لك هضره من هنا هضره من هنا. فالفيردي بدا كيحك على تشواميني ما كيجاوبش. فالفيردي كيزيد يهضر، قال لك نتصلفوا، ناض قال لك ضربونا راسو سخفوا. هادشي اللي قالوه الاخوان، قال لك سخاف فالفيردي داوه للمستشفى. يعني ماشي مشكل بسيط، يعني القضيه كبيره. كنهضروا على ريال مدريد، ما كنهضروش على الافيس، على ليغانيس، على دورتموند، على ليفركوزن، لا كنهضروا على ريال مدريد. يعني واحد من العظماء، وهاد المشاكل هادو ما خاصهمش يكونوا بطبيعه الحال. هذا راه كيتسمى التفليه الاخوان. وكما قال لهم تشافي الونسو بان باللي عنده الحق، قال لهم جبرت باللي الحضانه كاينه، جبرت باللي الدراري صغارين خاصهم اللي يربيهم، انا ما جيتش باش نربي، وهادشي اللي كيبان لي. فدابا خصنا نشوفوا فلورنتينو بيريز شنو غادي يعمل، ماشي زعما كنتشفى، لا خصنا نشوفوا فري هاد المشاكل هادو فين غادي يصافوا. سمحوا لنا على السطح كما قلت لكم في الخدمه، خرج غير البالكون مصور، ولكن هادشي هذا ماشي طبيعي. نشوفوا شنو الاجراءات اللي غادي تتخذوا في هذا المشكل باش ما يعاودش يطرا مره اخرى. ايوا روديغر يسمك لك كاري راس، تشواميني يسلخ لك فالفيردي، شنو باقي؟ شي واحد يجي يسلخك. هادشي اللي كاين الاخوان، هذا هو الخبر. وتهلاو. بعيدا عن الهزار وان احنا هزرنا وضحكنا، بس اللي حصل ده جريمه. فابريزيو رومانو نزل على صفحته بيقول ان فالفيردي بعد الخبطه اللي اتخبطها في دماغه وراح المستشفى، الدكاتره لقوا ان هو فقد الذاكره. انت متخيل في احداث في حياته نسيها؟ ممكن يكون نسي مثلا ان هو كان بيلعب كوره، والكوره ده ليه؟ بسبب خناقه مع تشاوميني. وخناقه ايه؟ لا ده انت بتلعبوا في ريال مدريد انت وهو، يعني مش بتلعبوا في مركز شباب، لا ده بتلعبوا في ريال مدريد. فاللي حصل ده بالنسبه لي ده جريمه، وان الدكاتره قالت له يقعد اسبوع في البيت يرتاح لحد ما ترجع صحته وترجع له الذاكره تاني. من ساعه ما مبابي شرف في النادي وكل واحد ماسك له التاني، وقلبنا خناقه قلبنا سواقه. يعني الكلاسيكو يوم الاحد والواحد مستني ماتش زي ده، حتى لو احنا برشلونه ما عندناش لامين، بس لا الواحد بيحب ماتشات الكلاسيكو دي. يعني الحال في مدريد دلوقتي يصعب على الكافر.